ما حكم تقسيم علم التوحيد؟ كل من لقى بنزينو التوحيد دلوتاني. حكم تقسيم التوحيد بدعة ضلالة لأنه مخالف للكتاب والسنة ولم يثبت في القرآن ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لم لقى توحيد لا كنت تودي كجان شنو منه وندي بداية يبا يفوان دزوت سانا ندي بكرة لما يجي القرآن وكما سيفوز جان تمقوات ندي بسيسنا تمك يزيدوا شغل من القرآن كبينا مسيان كل زان تمقوات محمد صلى الله عليه وسلم. بل هو كلمة واحدة وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. كما توحيد يونتي ما أموت وكمين أن أقول تبالي بوين لو بين زيد وبدو الله تعالى كان محمد صلى الله عليه وسلم تميقوا الله تعالى. قال الله تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد. Allah Ta'ala akamka kuti kodi nimukutimigiza ndikugira umboni kuti pali mulungu ina mmodzi ndi Allah ni nani oinu mtumiki ine sindikugira umboni naniso kuti iye ndi mulungu mmodzi yekha nditu ine ndili kutali ndizo momwe mukumphatikiza nazo. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر وفد عبد القيس بأربع: بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كان نفرق زون دي سجن ابن عباس رضي الله عنه سنجنا يكون دي تولين تيجي مدرسة نتين درس بدك ويا دلهم لا كلهم الناس كويه لهم وان كل واحد أنا عبد القيس بن سناي كتير بجنا نجابوتي أكال جيكم مع الله تعالى. كنا كنت جنا وفوسا نشوف كتير كده كل مع الله تعالى وتاني أنت وانا ينكا كتير الله تعالى نتيجة كان جامينا كتابينه كنا كنت جنا كنا كنت كيلو مبوني كتير بالي وينا كم بس يدوك الله تعالى كان محمد صلى الله عليه وسلم نتيجة كواك.